أهلا وصفة جديدة من وصفاتي معكم، محشي البامية. يلا مع بعض نسوي سوا. قلت لكم أمس ناخذ حبات البامية اللي تكون كبيرة بس ما تكون مخشبة. شلنا الراس ونقعتها لحد ما غسلتها مرة مضبوط، راحت كل الأتربة. وبالهون نفتحها كذا بالطول شوي شوي، ما نوصل للأخير، ونشيل اللي جوا، يعني نفرغها بالكامل كذا بسكين صغيرة، تتفرغ كلها بالكامل. خلوني أخلص مفرغتها وارجع لكم لأنها تحتاج لها وقت. بس أنا ودي أوريكم. شايفين شلون قلت لكم بطرف السكين وكذا تفرغت بالكامل. بكمل كل الكمية على جنب، نروح نصلح الحشوة. نبدأ بالحشوة حقتنا قبل ما نخلص من البامية. عندي هنا رز مصري، عندي دجاج مفروم أو لحم مفروم أو بدون، أنتم براحتكم حطوا اللي تبون. عندي الثوم المهروس، مكعبات البصل، مكعبات الطماطم، مكعبات الفلفل الملون، وعندي هنا خليط ما بين البقدونس والكزبرة بخلي منها شوي، والملح. قبل ما نحرك الخليط كله مع بعض راح نتبله. طبعا يكون عندي زيت الزيتون من سرة عصرة، ولا يا بنات بكر، نحط كمية حلوة مناسبة. وعندي هنا الكمون، خليني أوريكم لونه. شوفوا اللون تبارك الرحمن، ريحته من مجرد ما تفتحين العلبة. يعني هنا بديل التكشين لأني راح أحشي بدون حمس ولا شيء. وعندي البهارات البيضة اللي دائما أقول لكم حطوها بكل شيء، تراها تزين الأكل. خلطت الحشوة مرة زين وضبطت الأمور، الملح الفلفل الأسود، ونمسكينه. خلونا أوريكم. نمسكينه حبة البامية وتكون مفرغة تماما، وراح نحشيها. احشوها بملعقة السكر، احشوها بكيس حلواني، احشيها بيدك، انتي براحتك. احشيها بالطريقة اللي انتي تشوفين انها مريحة لك. نحشيها بالكامل، وكمل كل الكمية لأنها الصدق تاخذ وقت. انتي مالك على قولتهم مالك جلادة لا تسوينها. ما عندك احد يساعدك لا تسوينها. يا اخي انفتح. ايوه كذا نكون حشيناها بالكامل. بكمل الكمية وارجع لكم. خلصت من حشي البامية، وعلى فكرة تراني أصور لكم لايف. كنت متوقعة أنها بتكون غثيثة وتاخذ وقت، لكن للأمانة لا، نشتغل فيها شخصين، أنا والعاملة. هي تحفر، علمتها شلون تحفر وأنا أحشي، فما أخذت معي وقت. الآن نبدأ بالصوص. راح أستخدم معجون الفليفلة. أنا أحب أحط شوي حار، ما أكثر، عشان اللي ما يحبون الحار ما يتأذون، والباقي كله يبي يكون من البارد. باخذ كذا ملعقة، شوفوا بس لونها تبارك الرحمن، باخذ ملعقة كذا مليانة. قبل ما نحرك راح نضيف دبس الرمان يتمخضر على كيفه، كملك بعد التصوير. وعندي هنا عصير الليمون، وهنا عندي خليط من الكزبرة والبقدونس، وآخر شيء بيكون موية. وأحرك كل الخليط مع بعض. راح أضيف الآن مجموعة البهارات نفسها، شوية كمون على شوي من البهار الأبيض، وعندي هنا بديل التكشين بعد بضيف منه شوي، وزيت الزيتون. راح نضيف الصوص اللي سوينا بالكامل، وخلوه بزيادة شوي أساس يستوي الرزين، تستوي البامية، يستوي الدجاج، كل شيء. عندي هنا ورق زبدة حطيت فيه موية وعصرته، ما خليه يربص، لا. دائما تسألوني وش الحكمة؟ يعطي رطوبة للخضار، للدجاج، للحم. مرة يا بنات الرطوبة حقته يعطي يعني كل البخار يردها عليه. وبعدين التصدير وعلى الفرن من تحت لحد ما تستوي. شايفين فايدة ورق الزبدة وشلون احتفظ برطوبتها وطراوتها ولونها يجنن. أنا فتحت عليها من فوق بس كذا أبو يمكن 3 دقايق، والطعم ولا غلطة ولا غلطة، خرافية تجنن. بالعزايم يسر المنتجة عليكم بالعافية، يعني بالبوفيهات صراحة تجنن.